وغادي يبقى الدعم كيتزاد كل عام حتى يوصل ل 900 درهم شهريا. بوطه كبيره ديال الغاز حالا الثمن ديالها 40 درهم، غادي تزاد واحد 10 دراهم مثلا. عندها ثلاثه ديال الاطفال هاد الارمله غادي توصل ل 1050 درهم في 24 و 1200 درهم ابتداء من 1026. الاسره اللي عندها جوج ديال الاطفال وكيقراو غادي يوصلهم 500 درهم ابتداء، 2000 درهم عند الولاده الاولى و1000 درهم عند الولاده الثانيه. دعم حيث الدعم الاجتماعي المباشر للاسر المستهدفه اللي عندها الابناء كيتعلق الامر بمنحه شهريه عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنه، وذلك وفق الشروط التاليه: منذ ولادته والى غايه 5 سنوات يمنح كل طفل دعما قيمته الشهريه. نبداو ب 200 درهم في 30 ديسمبر 2023 وتستمر خلال 24، ونديرو جوج 250 درهم في 2025 ليتم رفعه الى 300 درهم شهريا للسنوات الاخرى ابتداء من سنه 2026، من هنا عامين. ثاني اجراء هو الدعم الاجتماعي المباشر للاسر المستهدفه التي ليس لها اطفال او يتجاوز سن هؤلاء الأطفال 21 عام، خاصة منها الأسر اللي عندها أشخاص مسنين على شارج ديالها. فتستفيد هذه الأسر من منحة زجاجية تبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من آخر ديسمبر 2023. وتجدر الإشارة السادة النواب محترمين إلا أنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية يمكن برنامج الدعم الاجتماعي من وضع شبكة للأمان الاجتماعي، ان بوكليي سوسيال، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة كيفما كانت تركيبتها 500 ديال الدرهم. حتى هذاك الطفل اللي غادي نوصلوا ليه في 2026 واللي عنده 300 درهم والعائله ديالو يلا عندها طفل واحد، لو مينيموم اللي خصهم ياخذوا هو 500 ديال الدرهم. اذا عملنا النمط ديال الحساب باش الا كانوا جوج ديال الاولاد ولا ثلاثه ولا اربعه شحال غادي يكون في المستقبل. ولكن من الان يعني البرنامج الملكي كيعطي 500 ديال الدرهم يعني كمينيموم لهذه الاسره. كما ان قيمه الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة خاصة عدد أطفالها. بمعنى أن الأسرة مثلا اللي عندها طفل واحد غادي توصل مباشرة كما قلت ب 500 درهم شهريا ابتداء من آخر ديسمبر. والأسرة اللي عندها جوج ديال الأطفال وكيقراو غادي يوصلهم 500 درهم ابتداء من اخر هذه السنه، لان هي المينيموم اللي غنبداو، وغادي يوصلوا 600 درهم ابتداء من سنه 2026، يعني 300 في 300. وبالنسبه للارمله المستهدفه قيمه الدعم الشهري هي 500 درهم، واخا تقلبت قبيله على 350 درهم غادي توصل اوتوماتيكمون دابا لو مينيموم اللي هو 500 ديال الدرهم. وهذا الشيء إذا عندها طفل واحد ابتداء من آخر هذه السنة، وإذا عندها جوج الأطفال غتوصل 700 ديال الدرهم، وإلى في 2024 و800 ديال الدرهم في 2026. وإذا عندها ثلاثة ديال الأطفال هذه الأرملة غادي توصل 1050 درهم في 24 و1200 درهم ابتداء من 1026. ثالث وآخر إجراء هو منحة الولادة. يتعلق الأمر بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة ب2000 درهم عند الولادة الأولى و1000 درهم عند الولادة الثانية، يعني جد إيجابي. حيث أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة نظام المقصة.
وبالتالي وبالنظر إلى ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة، وبعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من ديسمبر 2023 ستعمد على تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة، والذي يمثل تقليصا تدريجيا جزئيا محددا زمنيا ما بين 2024 و 2026 غادي يوقف الاستكمال، غادي يوقف لا ديكومبونساسيون، يعني ما نبقاوش نزيدوا في لا كومبونساسيون سميتو في 26 لاستكمال تمويل اجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للاسر، بانه ما غيكونش تحرير، غادي يكون تسقيف، وغادي تعمل على عامين ولا على 3 سنين. هاد لي بيتيت زوغمونطاسيون اللي غادي يكونوا غادي نتكلم عليهم من بعد، وغادي يبانوا الناس. وفي 2026 احنا ما غاديش نحرروا، زعما ما غاديش نحرروا كل شيء وما غاديش نحيدوا الدعم كل شيء. الدعم الكبير غادي يبقى، ولكن المساهمه ولا سوليداريتي يعني خصها تكون من عند يعني الطبقات الاخرى. عندها 3 ديال الاطفال عمرهم اقل من 21 عام كيقراو ب3 ابتداء من ديسمبر 2023. وبالمناسبه هاد الناس اللي عندهم اكثر من 3 ديال تقريبا نص ديال هاد المواطنين المستهدفين، لا موتي تقريبا ديالهم عندهم اكثر من 3. ابتداء من ديسمبر 2023 هاد الاسره غادي توصل مباشره في الحساب البنكي ديالها ولا عن طريق وكاله الصرف بدعم ديال 600 درهم، يعني كل شهر يعني 200 درهم كل طفل، لانه وفات 500 درهم، دوكا نحسب ليه 200. وغادي يبقى الدعم كيتزاد كل عام حتى يوصل ل 900 درهم شهريا ابتداء من يناير 2026. دونك هاد العامين اللي غادي يفوتوا غادي يبدا يوصلوا يعني 900 درهم. ونفترضوا ان هاد الاسره كتشري واحد بوطه كبيره ديال الغاز، حالا الثمن ديالها 40 درهم. هي في الحقيقه كتسوى لا 130 الفوق، 130 140 درهم ياك. دونك الدوله يلاه المواطن كيخلص 40 والدوله كتاخذ البقيه. وسيبوزون بانه ابتداء من افريل نخليو شويه الناس حتى يبداو يدخلوا، يعني الامكانيات وهذا بيبداو يدخلوهم، تسناو واحد 3 شهور. الى كانت ابتداء غادي تزاد واحد 10 دراهم مثلا في كل عام، يعني في القاعه، ولكن حنا في 2026 سي لو ماكسيموم، ما نقدروش نفوتوه. غنفترضوا اسكيو معايا انا، لا حيت سي ليميتي. في المقابل الدعم ديال هذه الاسره اللي هو كيف قلت 600 ديال الدرهم، 600 درهم في 2023 غادي يرتفع ل 750 في 2025، وغادي يمشي ل 900 ديال الدرهم شهريا ابتداء من يناير 2026.